هو ايه اللي جاب بسكوت لمبادة لاينشتاين؟ قررت اشوف ايه المشكلة، ادور وادور كمان ادور لحد ما لقيت سنة 1917 اينشتاين قرر يطبق مجموعة من المعادلات اللي بتوصف الكون بشكل بسيط، واللي كان ساعتها بدايات للنسبية. قال انت عارف يعني ايه النسبية؟ تخيل تبقى قاعد في حالك كده وبتعمل معادلات، تلاقي العلماء شافوا كلامك وقرروا ان هم مش هيسيبوك في حالك. ساعتها اينشتاين قال لهم هو في ايه؟ فينا علينا زرع على اختك وعليك وعلى امك. والعلماء ساعتها قالوا تعالى نشوف كده لو طبقنا المعادلات بتاعتك على الكون هيحصل ايه. يا عمي انا عاملها على كون صغير، بشوف الدنيا هتشتغل رياضيا ولا لا، محدش قال لكم تلعبوا في المعادلات. وساعتها العلماء جربوا والمعادلات فشلت، وقالوا له معادلتك يا باشا مش هتنفع عشان الكون بيتغير مع الوقت وشايفين انه بيتمدد. اما قايل لهم بس كده، طب خدوا بسكوت لمبادة بس شيلوا حرف الايه وساعتها هيكون عندك لمبة. الغطاسه بتاعت امك دي الغلطانه اللي انت فيها. وده ثابت للجذب والتمدد.